إلى أخواني أبناء المحافظات الشمالية، تعالوا إلى هنا نتكلم احنا وانتم كلام من القلب للقلب. فاليوم هذا اليوم حان وقت المصارحة ونتكلم بكل وضوح عما حصل وما سوف يحصل وعن الماضي والحاضر وعن كل المراحل التي مر فيها اليمن. تعالوا نقدم لكم اعتذار من كل جنوبي وجنوبية، من أقصى الجنوب إلى أدناه، ومن شرقه إلى غربه، وفي كل بيت وفي كل عزلة وفي كل قرية وفي كل محافظة وفي كل مديرية. نقدم لكم اعتذار عن هذا السوء وعن هذا الشر الذي أقحمناكم فيه وورطناكم به وأنتم في غنى عنه. تعالوا نحدثكم شوية عن تاريخ قيادتنا المقفلة، قيادتنا القبيلة، قيادتنا التي جرتنا وجرت البلاد إلى عدة حروب وعدة صراعات، وما زلنا إلى اليوم هذا نعاني، بل لم نكتفي في المعاناة لنا لأنفسنا بل زدنا ورطناكم بها. فمن 67 خرجنا من حرب وتحرير الجنوب من بريطانيا، فدخلنا في مرحلة التصفية المناطقية للزعماء الجنوبيين. فبدأوا بتوقيف الرئيس قحطان الشعبي وسجنه أو إبقاء الإقامة الجبرية، ثم قتل فيصل الشعبي وغيره من القيادات. وخرجنا بعدها فترة بسيطة فاشتبكنا مع عمان، ثم بعدها فترة اشتبكنا مع السعوديين بحرب الوديعة، ثم بعدها فترة في 72 اشتبكنا معكم في الشمال ودارت معارك طاحنة، ثم بعدها بفترة قاتلنا فيما بيننا وتم تصفية سالمين وكثير من الزعماء الجنوبيين. ثم بعد ذلك نشبت حرب طاحنة قتل فيها يعني كل الشرفاء من القيادات الجنوبية، وهرب منهم من هرب في 86، وحتى الأبرياء الآلاف من الأبرياء راحوا فيها. فهذا تاريخنا، هذا تاريخنا وهذا حقيقتنا. في 94 كذلك أغلب القوات والقيادات الذين شاركوا في الحرب كانوا قيادات جنوبية، وكان وزير الدفاع آنذاك عبد الرب منصور هادي رحمة الله عليه. وكل التاريخ يتحدث على أننا ناس دمويين، ناس ما عندنا يعني معنى حقيقي للاستقرار، ما معنى حقيقي للتنمية، ما معنى حقيقي للتعايش. فلماذا يعني نطحنكم انتم في امور من هذا ونحن السبب؟ نحن السبب في كل ما حدث وما حصل وما سوف يحصل. والله العظيم الذي لا اله غيره انه حق لكل جنوبي ان يقدم لكم اعتذار انكم صابرين علينا ومتحملين. كنتوا في ازدهار وفي رخاء وفي نعيم ونحن كنا مجاعه. اقسم بالله الذي لا اله غيره انهم كانوا يطبرون على كيلو سكر وكيلو الدقيق طوابير في المؤسسات الاقتصاديه او المؤسسات الحكوميه، وانتم كانت امور عندكم زراعه ونعيم ورخاء، وكانت اموركم ميسره مع دول العالم مفتوح. المواطن الشمالي يروح وين ما يريد، ومكانه وجوده في السعوديه مثل السعودي، اتفاقيات بين الحكومتين. اما احنا كنا منبوذين. فنأسف لكل شمالي ولكل قيادي في الشمال ولكل من جرب وخاض معنا يعني العمليه السياسيه، يعني نأسف ونعتذر لهم جميعا، باستثناء ما حدث في 2015. هذه الحرب حدثت وحصلت يعني شملت الجميع، وهي لا تمثل لا ابناء الشمال ولا ابناء الجنوب. هذه مرحله مختلفه عن جميع المراحل، ودمتم بحفظ الله ورعايته.